ازيكم؟ النهارده حلقه جديده من برنامج اخبارك عندي، والنهارده انا في الجماليه بالتحديد عند باب الفتوح، والنهارده انا عند سيد الذوق. عارفين ليه؟ عشان الذوق ما خرجش من مصر يا جماعه. كمل معايا عشان تعرف حكايه الذوق اللي ما خرجش من مصر. وهو العارف بالله سيد الذوق، وده اصغر ضريح في القاهره. والذوق كان راجل طيب ومحبوب جدا بين الناس، والراجل ده ليه 3 روايات. الاولى انه كان تاجر كبير وفتوه من فتوات مصر، بس كان فتوه محبوب، وانه كان من كتر الخناقات اللي بتحصل بيفضها زهق من سلوك الناس وقرر يمشي من مصر. وهو خارج من هنا وقع مات، فعملوا له الضريح ده. التانية بتقول انه كان شخص مبروك وقرر الرحيل بسبب احوال البلد، ولكن وهو خارج من باب القاهرة وقع مات فعملوا له ضريح. والرواية التالتة بتقول انه صاحب الضريح اصله مغربي وجه مصر وكان محبوب جدا، ولكنه تعب جدا فقرر اولاده انهم يرجعوه بلده، بس هو رفض فحاولوا يجبروه، وهم خارجين بيه مات هنا واتدفن هنا. طبعا انا بصور بسرعة يا جماعة او بتكلم بسرعة عشان خاطر التصوير هنا ممنوع. بس انا لما استأذنت الناس اللي قاعدين وقلت لهم ان انا من المكان واللي انا عايز اصور عشان خاطر المتابعين بتوعي يعرفوا مين هو سيد الذوق وان انا ابن المكان وكده، قالوا لي صور بس ما يعني بسرعه، حاول يعني تصور بسرعه وتتكلم بسرعه عشان خاطر اصلا احنا مانعين هنا التصوير. فعشان كده انا بتكلم بسرعه يا جماعه، معلش بعتذر لكم يعني. واتعمل الضريح ده من الخشب وفوق قبه خضراء صغيره زي ما انتم شايفين، بس كده. ومن ساعتها طلع مثل الذوق ما خرجش من مصر، واي حد بيفض اي خناقه بين اي اتنين بيتخانقوا بيقف وسطهم ويقول لهم يا جماعه عيب، الذوق ما خرجش من مصر. خليك ذوق بقى، واعمل لايك وشير، وما تنساش الدعم على يوتيوب.